طريقة فول العربيات اللي زي الزبدة. رحت لأحلى مستوقد موجود من زمان في منطقة القرابية، وجبت منه كل أسرار فول العربيات اللي بتتمني تعمله زيه، وإيه اللي بيحطوه بيخلي الفول عجوة كده. لأ وإيه، ولا طماطم ولا جزر ولا حتى بصل ولا نقع ولا فول مدشوش، ويطلع لك أحلى كمان من العربيات. ما هو أصل الحاجة ما بتيجي من مصدرها بتفرق برضه. تعالي بقى نبدأ وصفتنا. هتجيبي كيلو فول بلدي، حباية بيضة وكبيرة، مش هنقعه، هغسله بس. صدقيني هتكتشفي ان كل مرة نقعت فيها ضيعت وقت كتير على الفاضي. معايا قدرة او حلة هنزل فيها بالفول اللي غسلته، ومش هنكتر مية، لان لو كترنا كأننا سلقناه بالظبط، وعمره ما هيطلع لون الفول بتاع بره، هيطلع لك لون ابيض، لان انت كده يعتبر سلقتيه، مش هيبقى ليه علاقة خالص بالتدميس. بصوا الفولة عاملة ازاي، كبيرة وبيضة. دي كده الفولة اللي هتنفع، احلى فولة تنفع للتدميس. انا عايزة اقول لكم ان انا لفيت كتير 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 على ما عرفت اجيب لكم الوصفة دي ومن مصدرها. ما بحبش اجيب حاجة مش من مصدرها، انتوا بتثقوا فيا فلازم ابقى قد الثقة دي. كمان انا ما ضفتش فول مدشوش، لو حابة تضيفي على الكيلو يا دوبك 50 جرام، ما تكتريش عن كده عشان برضو ما يبيضش معاكي الفول. في الاول هشغله على نار عاليه. بصوا يا دوبك الميه هنا مغطيه بالظبط، انا مش عايزه ميه كتير. انا في الاول هشغله على نار عاليه، اول ما يغلي هوطي النار. هنا بدات الميه تسخن معايا وبدا ينفش. هبدا كده بعد شويه هفتحه. بصوا هنا خلاص شرب الميه ولونه بدا يحمر. هبدا ازوده ميه سخنه مغليه، مش ميه سخنه عاديه او ميه من الحنفيه، عشان ما يجلدش معايا. بصوا يا دوبك انا خليتها تغطيه بس مش اكتر. في كل مره هتزودي اوعي تكتري الميه. شفت الرز يا دوب بنغطي ازاي، هو نفس الحوار، يغطيه بس مش اكتر. هسيبه نص ساعه تاني او ساعه، هبدا افتح عليه. بصوا هوريكم دلوقتي نفش اكتر والفول احمرت اكتر. لو قارنته بينه وبين اول مره، لا احمرت جدا وبدات تنزل لونها في الميه. هنا هبدا ازود ميه تاني، زي ما قلت انا مش عايزه الميه تكون كتيره، يا دوبك يتغطى. انا هنا بص يا دوبك الميه غطيته. هسيبه بقى تاني براحته على نار هاديه، وممكن تحط شياطه. اغطيها واسيبها شويه كمان لحد ما تشرب ميتها. بص هنا هبدا افتح عليه. اللهم بارك، بدات تدوب، نفشت خالص واللون كل شويه بيحمر اكتر. هزودها لو محتاجه واسيبها تكمل سوا، مع اضافه بقى طبعا الرز والبرغل والعدس. يعتبر معايا معلقه كبيره عدس، نص معلقه رز مدشوش يعني متكسر كده مش سليم، ونص معلقه برغل. الرز بيربط، البرغل بيدي طعم، العدس بيدي لون وطعم، وبالظبط بنفس المقادير. ما تزوديش حاجه عن حاجه عشان ما يبص معاكي. بص هنا خلاص الفول استوى. بص اللون، والله ما حاطه اي لون ولا حتى اي اضافات، هو طلع كده من السوا ده. هنا خلاص كده كان استوى معايا. الناس اللي بتشتكي ان هو بيسود، انا سألت بتاع المستورد وقال لي ان ده طبيعي، عشان كده بتاع الفول بيفضل مشغل الشعل عليه لحد اخر حته في القدر. لو انت مش حابه يسود ممكن تضيفي لون احمر غروب الشمس، هو اسمه كده، هو قال لي كده لون احمر غروب الشمس، ده اللي بيخليه برده لو بات معاكي ما يغمقش. هبدا اغرف منه شويه قدامكم. بص حلاوه اللون، انا كده ما ضفتش اي حاجه، هو اللون من نفسه. هبدا اهرسه وهو مش محتاج اصلا، هو مجرد ما بضغط عليه بالشوكه خلاص. هبدا بقى انزل بالطحينه الكدابه والدقه السريعه اللي عملتهم معاكم قبل كده في الفيديوهات، وهضيفهم عليه واقلب. بعد كده هضيفه وجنبه عيش، وانزل بالليمون. انا مش عارفه الناس ما بتحبش تضيف ليمون على الفول ازاي. انا هنا عصرت نص ليمونه، ممكن تكتري تحطي ليمونه، انا عن نفسي بحب الليمون كده كده كتير. هعصرها وابدا ان انا اقلب تاني. طبعا مفيش فول بيخلى من الزيت الحار، لازم عليه زيت حار. يعني طبق فول يعني هو زيت الحار بالظبط، ما تغيريش. نضيف بقى شويه زيت كده يعدلوا المزاج، ويبقى كده عملت احلى طبق فول، وجنبه شويه بتنجان بالدقه
ومخلل واحلى ودن قطة وغمس. وفي النهاية احب اقول لكم انه يبقى طعمه احلى فول تعمليه وهيعجبك جدا صدقيني. وبألف هنا وكل سنة وانتم طيبين، جربيه مش هتندمي.